السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دي يا جماعة معانا تأسيس مطبخ وتشطيب بطريقة حديثة اللي هي الخلاط الشيف. زي ما انتم شايفين يا جماعة، أسسنا السخن والساقع بتاع الحوض تحت، وأسسنا فتحة موتور برضو تحت اللي هي مية البلدية مية الشرب، وأسسنا غسالة ملابس تحت الحوض. وطبعا في مشكلة عندنا قابلتنا، اللي المطبخ كان بينه وبين الحمام غرفة، فاضطرينا نحط عرق واحنا بنصب السقف. انا حطيت عرق خشب، وبعد الصبة بساعتين او ثلاثة شلت العرق، فعمل معايا مجرى زي ما انتم شايفين في اول الصورة. قدرنا نمشي بالخط اللي اتنين بوصة فيها نوصل للمطبخ ونعمل البيئة بتاعته. وخدنا غسالة الملابس مع الحوض في قايم واحد زي ما انتم شايفين كده يا جماعة. دي ظروف الشغل حكمت بكده، بس ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. في التشطيب زي ما انتم شايفين منتهى الجمال، رخامة جميلة جدا. والحلة ما شاء الله حلة كبيرة بمشتملات 50 في 70، وخلاط شيف 2 في 1 ما شاء الله. وبرضه الفلتر راكب تحت، وكل حاجة يا جماعة راكبة تحت الحوض زي ما انتم شايفين. حتى الغسالة لو ركب غسالة أطباق هي نفس المية ونفس الصرف، لو ركب غسالة ملابس نفس المية ونفس الصرف. بسم الله ما شاء الله، حاجة في منتهى الجمال. ده يا جماعة المنظر اللي انتم شايفينه ما شاء الله، مطبخ جميل وشكله جميل جدا جدا. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لصاحبه يا رب. ما شاء الله يا جماعة، الرخامة السمراء برضو بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، عطى المطبخ منظر جميل. وكمان الرخامة واخدة الجنب كامل، من أول الجنب لآخره حوالي 4 متر ونص، من 4 ل4 متر ونص ما شاء الله. ما شاء الله يا جماعة، بسم الله ما شاء الله، حاجة في منتهى الجمال ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.